بعد ما مشيت للسجن سميرة كنطلب غير المسامحة، ما كنطلب حتى شي حاجة، وتا دابا مازال كنقول لهم أنا بنتكم وسمحوا لي. كنطلب من السي أخنوش ما كنتيش عارفه خطوره السب والقذف نعيمه؟ كون كنت في الوعي ديالي ما غاديش نقول داكشي، بحال دوك لي كومونتيرات كنحيدهم السميرة، لعبوا عليا. الانسان تيكون داير لايف وتيدخلوا الذباب الالكتروني الذباب الالكتروني هو اللي خرجني، ويبقاو يكتبوا قول وقول، وبدا بنادم غير يسب جيبه فمو قول، ويسيء للمؤسسات ويسيء للمغاربه ويسيء، لا ما نسيء لحد. اش غنقول لك السميرة؟ كنقول لهم من هنا ان الله غفور رحيم، يتعاطفوا معايا ويوقفوا معايا ويسمحوا لي. وان خرجتي الله اليوم؟ خرجت اليوم مع الخمسة. الام ديالك كانت عارفاك خارجه؟ لا، جيتي على غفله؟ على غفلة، جالسة كليت الدواء وجالسة كناكل على اساس باش غادي تجي الطبيبة غنهبط ندق قبرة وغادي الناس. كتدخل عندي الرئيسة ديال المعقل قالت لي نوضي انا ما كيصحابني غادي ندير الشوق، قلت لها لا ما خليني غير هنا. قالت لي نوضي اجي نهضر معاك. منين نضت قالت لي هزي شي حاجة اللي هي ديالك. انا بالدوخة بالتقفقيفة ما عرفت شنو نهز، هزيت الدواء هذا باش غنقتني، وقالت لي هزي ديالها بحال هاتك لداركم تنشوفوا اش غادي ندير. بغيت الناس المغاربة يتعاطفوا معايا ماشي بشي حاجة، وأول مرة وآخر مرة يتعاطفوا معايا. وبالخصوص إذا ما كانوش المغاربة كنطلب من السي أخنوش ومن كل الدولة ومن المؤسسات ومن أي واحد يسمح لي. أنا نعمة بنتهم تنقول لهم سمحوا لي.